مساء الخير. بصراحة مش عارفة اتكلم اقول ايه. اقول اللي في قلبي صحيح، ولا اضحك عليكم زي البقية واقول اي كلام يصبركم، واقول ان احنا هنتقدم او بنتقدم والحقيقة غير كده خالص. لما يبقى الدولار وصل ل 70 جنيه يبقى في حاجة غير طبيعية، وممكن وانا بكلمكم دلوقتي يوصل ل 80 جنيه. لما الجنيه يبقى ليه قيمته عمالة تنهدم قصادنا واحنا كلنا واقفين، والحكومة واقفة مش عارفة تتصرف. لا، ده في حاجات كتير قوي تقدر تعملها الحكومة. ده في 1 2 3 4 5، ده في دكاترة كتير طلعوا بأفكار جميلة. فين الحاجات دي؟ مين المسؤول عن ان الدولار يوصل ل 70 و80 جنيه وفي ثانية، وممكن بكلمكم دلوقتي يبقى 85 و86؟ مفيش رقيب. احنا حاجة بنطلع كده. ايه الذهب؟ ايه الذهب؟ في ايه الجنون ده؟ ايه الشيء الغير واقعي ده؟ وبعدين نلاقي تجار الذهب دلوقتي قافله، كل المعارض قافله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كله بيسقع سعره، كله عايز يكسب اكتر، بقى في جنون اسعار. والغلبان الشعب الفقير المحتاج اللي عايز يروح يتجوز يا عيني ويجيب اجهزه كهربائيه مش قادر ومتوقف لانه مستحيل يقدر يجيبها بالاسعار دي. اللي كان نفسه يجيب عربيه ومحوش والسعر عالي مش قادر يجيبها. اللي لما رغيف العيش، حكومتنا سياده الرئيس، رغيف العيش يوصل 2 جنيه ونص. انا مش ضد الدوله ولا مع اي فصيله، انا واحده من الشعب والحمد لله. الحمد لله، انا بقول لنفسي انا من الوسط، لا انا اللي فوق قوي ولا انا اللي واطي قوي. في ناس مش لاقيه العيش تاكل، ال2 جنيه ونص كتير قوي على رغيف الخبز. وحضرتك تقول لي تموين ويروح يجيبوا من التموين عيش حضرتك ما يتاكلش. روحوا راقبوا شوفوا الحاجات اللي بتحصل في البلد. الفراخ المجمده توصل ل 130 جنيه. ده احنا داخلين على رمضان، الناس دي هتاكل ايه لما البصل يبقى ب 30 جنيه وهو اساسا موجود عندنا في بلدنا واحنا اللي بنزرعه وبيتباع بالشكل ده؟ لما واحده تطلع امبارح عامله فيديو وبتقول الاندروير لجوزها امبارح هي جايباه ب5 ريال، يعني حوالي 70 80 جنيه هناك، وهو هنا ب 150 جنيه، يبقى فين الغلط؟ لما بيتباع وصنع في مصر، ماركه مشهوره في مصر، بتبيعوا هنا ب 150 جنيه، لكن في السعوديه بيتباع هنا 3 اضعاف. يبقى هنا الرقابه ايه؟ يبقى احنا ايه؟ دي امثله بسيطه جدا. الشعب بدأ يتهاوى، بدأ من كتر ما صبر مش قادر، داخل علينا رمضان والأسعار عمالة في جبروت رهيب من التجار وجشع. سعر اللحمة وصل ل 400 جنيه، ده المستوردة حضرتك، دي اللي هي أي كلام. بس احنا بنقول أهي لحمة، نفرح الولاد بيها، نفرح الناس بيها. لا، الموضوع زاد عن حده لما نصل لهذه الاسعار، وخصوصا احنا داخلين في شهر رمضان اللي انتوا عارفين ان مصر كلها او الوطن العربي كله بيبقى ليه احتفالات خاصه بالاكل والعزايم والولائم. يا سيدي احنا مش هنعمل ولايم، بس نعرف ناكل. الدولار يبقى ب 70 جنيه ليه؟ ودلوقتي ممكن يكون ب 80 وانا بكلمك، وبكره هيبقى ب 90 جنيه. في طلوع الاسعار غير طبيعي. اشمعنى اللي بينزل الجنيه؟ اشمعنى الجنيه اللي بيقع؟ كله بيطلع ليه؟ الدهب بيطلع بجنون. اسعار العربيات، اسعار المعارض دي، حضرتك روحوا شوفوا في ايه اللي بيحصل. انتوا وعدتونا الحكومه ان انتوا هتنقذوا الشعب المصري، وقفنا معاكم ولسه معاكم، واحنا على فكره مع الحكومه ومع الرئيس وعمرنا ما هنكون ضده. بس احنا بنوجه رساله يعني مش صاروخيه، ارجوكم بنستنجد بيكم ان احنا في مأزق. والامهات وسيدات البيوت كلها بتستنجد بيا وبتقول لي اكتبي ارجوكي يا، يعني بيقولوا يا دكتوره انا ده شرف ليا، بس انا محاميه على فكره، عايز اقول لكم بس ده شرف ليا انكم تقولوا لي دكتوره وان انتوا بتستنجدوا بيا. انا ما كنتش عايزه اعمل فيديوهات كبيره تانية، بس ده يمكن اخر فيديو كبيره ليا، ان انا بعد كده هبتدي اعمل فيديوهات قصيره
يعني بحاول ان انا اغير من نفسي شويه، يمكن اصل ليكوا اكتر. ارجوكوا انتبهوا ان احنا في خطر، والحكومه تصحى شويه، والرقابه تزيد، ويا رب يكون خير لينا، وان شاء الله اشوفكوا على خير، وتكون مصر في احسن حال وفي احسن يعني تغيير، في احسن تغيير. لان مش هقول في احسن حال، انا عايزه اقول في احسن تغيير للتقدم، والجنيه المصري يطلع تاني. ده الجنيه المصري يا عالم، ده الجنيه المصري بيقع بيقع بيقع. ارجوكم انقذوا الجنيه المصري، ارجوكم انقذوا الشعب الفقير اللي هو اعتمد عليكم وفتح لكم ايديه وصدره، وما زال عنده الصبر، بس الصبر ليه حدود. سلام عليكم.